توفي 17 شخصا من جراء سيول الأمطار التي جرفت 3 سيارات كانت في موكب عرس بوادي نخلة مديرية شرعب الرونة بتعز مساء أمس. وأفادت مصادر محلية أن ضحايا السيول في نخلة ارتفعت إلى 17 حالة وفاة، وأن فرق الإنقاذ المشكلة من المواطنين انتشلت عددا من جثث الضحايا بينهم نساء، وأشارت إلى استمرار عملية البحث عن آخرين وإنقاذ 10 أشخاص أغلبهم من النساء، وتم نقلهم إلى مستشفيات مدينة تعز وهم في حالة صحية حرجة. هذا وقد أودت سيول الأمطار بحياة 3 أطفال بينهم شقيقين في مديرية رغوان بمحافظة مأرب. وبحسب تقارير رسمية فقد أودت الصواعق الرعدية المصاحبة لهطول الأمطار الغزيرة أمس بحياة 9 أشخاص في محافظات تعز وإب وحجة وذمر وصعدة وعمران، وأصيب 6 آخرون. احنا بمنطقة نخلة نعاني من اقول لك السيول هذا طحن الناس، يعني طحنا وطحن المواطنين ديقوا بالسيارات، تروح السيارات كل يوم يقوا وقفوا اليوم الثاني وقالوا بيشلوا لهم السيل وقالوا بيغرزوا بالسائلة، ما نقدرش ننقذهم. كم تنقذ؟ ندي خبطات ندي هذا ننقذ الناس في قالوا بيشلوا لهم السيل وقالوا بنسعفهم وقالوا المقصود شغله لو وقع الدولة وصلح الكوبرين يعني كان تمام، يعني الناس ارتاحوا وكوبريش يصلحوا الدولة، يعني المفروض الفقه صلحته كانوا اعتمدوا قدام 5 سنين 6 سنين ووقفوا عنه ولحد الآن عادوا ما صلحوا ولا حاجة.